السلام عليكم. بما أننا حنا في هذا الشهر المبارك ضروري كنبغيو نوجدو شي شهيوة كل نهار، غير الشهيوة الله يجعل البركة مع وجبة رئيسية كنظن الله يجعل البركة. متفقين معايا؟ هنايا اليوم غنوجدو واحد المسمن تكون معمر، تيكون ساهل وبسيط وبحشوة اللي عندك في الدار متواجد مرحبا. هنايا في مقلة درت شوية ديال الزيت، بصلة مقطعة رقيقة، أي بصلة كانت سواء الخضارية ولا البصلة الأخرى. أنا هي عندي البصلة الخضارية، قطعت راس البصلة خليته يتشحر مع الفلفلة حتى هي اللي مقطعة مربعات. إلا ما كانش الفلفلة متواجدة يمكننا نستغناو عليها. غنخلي هاد الحشوة كطيح شوية، من بعد كنضيف ليها دجاج مقطع مربعات صغار بزاف، اولا ما كانش عندكم دجاج ممكن تستعملوا الكفتة. هنايا وضعت شوية الملحة باش تطيح ليا البصلة مع الفلفلة، وكنحركو باش نحاولو أن نساعدو بأنها تطيح بالزربة. كنتمنى تشجعونا في هذه القناة بالضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. انا كنحاول ندير شهيوات اللي بساط اللي يكونوا في متناول الجميع، اي واحد يمكن ليه بحاجه بسيطه يدير شهيوه اللي بنينه ولذيذه وصحيه في نفس الوقت. هنا خديت المربعات ديال الدجاج مقطعين صغار، كنخليهم حتى يدخلهم الطياب، كنحركهم من بعد صافي كنخليهم يتشحروا على خاطرهم. حنا ضروري في رمضان كنبغيو شي شهيوه، ضروري كنبغيو نزوقو شويه الطبله، ولكن انا كنأكد شويه طياب شويه صلاه شويه قراءه القرآن باش ان شاء الله نحاولوا نختموا القرآن في هذا الشهر المبارك. هنايا ضفت الصلصه ديال واحد الصلصه كان اكثريه كيستعملوها الناس اللي في تركيا، كياخذوا الفلفله الحمراء تكونوا طاحنينها ودايرين فيها شويه الملحه وكيكرموها في الشمس حتى تنشف. احنا اللي ما كانش متواجده عندكم ممكن ديروا له البابريكا ولا التحميره. انا هذه كتساعدني شويه في الطياب، هي كتعطي المذاق وفي نفس الوقت كتعطي اللون وصحيه في نفس الوقت. صافي من ضفت نص معلقه لديك الصلصه، شويه مليحه، ممكن نضيف شويه البزار. هذه الصلصه فيها شويه الحموضه مع شويه الحروره ومع الملوحه، يعني هنا ما كترش انا الملحه. صافي كنستمر في التحريك ديال طبليات الحشوه. انا ما زربتش الفيديو في الحقيقه، كان نزرب شويه الفيديو ماشي مشكل. المهم انا وصلتو حتى لهنا، ما تنساوناش باللايكات وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ملي كتدخل هاد الحشوه الطياب صافي كنطفي عليها وكنمشي نوجد العجين اللي تيكون ساهل. هنايا من بعد ما دخل الطياب الفرماج، كان عندكم فرماج ديروه، ما كانش بلاش انا توفروا عندي هاد القطع ديال الفرماج ديال الفرماج ديال الساندويش، ضفتهم قلت ما كاين لاش يبقاو في الثلاجه حتى هما درتهم. ولكن ما كانش فرماج ماشي مشكل، باش ما كان ممكن تعمروا المسيمات، كل واحد يختار الحشو اللي باغي. هنا المسمن عادي كنضيف ليه غير شويه الزيت من كنبغي نعجن العجينه، كندير الدقيق زائد مليحه، كنضيف واحد القبصه ديال الخميره، شويه ديال السنيده وشويه ديال الزيت، 2 معالق ديال الزيت باش تجيني العجينه رطبه. صافي كنخليها ترتاح، من بعد كنستعمل العجين بحال ما نصايب المسمن العادي، غير انا هنايا كندير وحده في وحده باش يجيني العجين ممرق، لان غادي في الاخر غادي ندخلو الفران باش يساعدني انها تجي ممرقه.
هنايا كنستعين بالزبدة مع الزيت، وفي الأخرى في الثانية اللي كنبغي نعاود تاني نطوي عليها الأولى كنستعمل شوية دقيق باش يجيني ممرق، كنستعمل غير دقيق بلا نشا. صافي كندهن يدي الزيت والزبدة، كنعاود ندير الدقيق، وكنتني المسمن عادي بحال كندير المسمن العادي، غير هي كندير مسمنة في مسمنة غير باش يجيني ممرق، غير باش يساعدني ان داك المسمن يجي ممرق. نعود معكم واحدة أخرى. بالنسبة للبنات المبتدئات أو البنات اللي ما عمرهم دخلوا الكوزينة يمكن يتعلموا. كندهن بالزبدة والزيت وكنتني المسمنة عادي. صافي كنجيب تاني كرة أخرى كنسرحها، في الكرة الثانية كندير شوية دقيق مع الزبدة والزيت ضروري، كندير فيها المسمنة الثانية. الطريقة كتخلي المسمن ملي كنديرو في الفران كيجي ممرق وكيجي رطب في نفس الوقت، كيجي هشيش. غنستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي، وانا غنوريكم دابا الطريقة كيفاش كندير. كناخد اول مسمنة درتها كنسرحها، كناخد الحشوة من بعد ما بردت، كنجيب كل قنت كنلاقي مع القنت اللي مقابل ليه صافي، وكنسد المسمنة. يمكن لكم هنا تسدوها بالزيتون او لا باي حاجة عندكم، انا اكتفيت ما سديت حتى بشي حاجة. صافي درت ليها غير فحال هكاك ودرتها في الطاوة. كنعاود بنفس الطريقة مع كاع الكمية اللي عندي حتى نسالي ان شاء الله هاد المسمن اللي كاين. كنوضع نفس الكمية عاوتاني ديال الحشوة الوسط بنفس الطريقة. صافي وكل قنت مقابل القنت الاخر كنزدي مع بعضياتو باش تسد المسمنة، يجي الشكل ديالها زوين وفي نفس الوقت تجي ديك الحشوة لداخل. غنستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. مع فيها شوية الخميرة كتعجب تنتفخ، يعني من الافضل العجين ترقوه شوية. من بعد كناخد هذيك الصلصة اللي عندي انا ديال التحميرة اولا ديال الفلفلة حمراء، كناخد منها شوية كنزيد عليها زيت الرومية وكنخلطها وكتعطيني هاد اللوين. نتوما يمكن لكم تضيفوا الزيت الرومية مع التحميرة اولا بابريكا، كتعطيكم هاد اللوين هذا. كندهن بها المسيمنات كاملين اللي عندي، كيعطيو واحد اللون محمر وكيعطيو واحد اللون زوين صراحة. كيجيو صحيين ما فيهمش الزيت بزاف، ما كندخلهم الفران كيجيو زوينين شهيوان لمغذية في الفطور وفي نفس الوقت ما فيهاش ليدام بزاف. كنستمر بدهن المسمن كامل اللي عندي هنايا. صافي من بعد ما نسالي كل المسمن اللي كاين بالدهين كندخلو الفران يطيب لي على عافية متوسطة حتى تحسوا به طاب من التحت